يا صباح الفل والياسمين، ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. مين فيكم بقى بيحب القرص الدايبه؟ شويه قرص انما ايه، هتاكلي صوابع ايديك وراها على طول، طعم وريحه زي بتاعه اهالينا بتاع زمان اللي كانوا بيعملوها ما شاء الله، وريحتها كانت بتبقى مفحفحه في الشارع كله. يلا نقول يا بركه بسم الله وندخل الفيديو، يلا بينا. نقول يا بركة بسم الله. معايا هنا كيلو عجوة، لكل كيلو دقيق نص كيلو عجوة. النهاردة هشتغل على 2 كيلو دقيق، فأنا جايبة كيلو عجوة. والعجوة لازم تجيبيها من مكان موثوق منه عشان بيبقى فيها رمل. ما شاء الله العجوة دي جميلة ويعني ايه ونضيفة جدا. حطيت عليها حوالي 3 معالق كبار من السمسم المحمص، ولازم يكون محمص عشان بيفرق جدا في الطعم. وكمان هحط معلقة صغيرة من القرفة، لو انت مش عايزة تحطيها بلاش، لكن صدقيني بتفرق برضو في الطعم. وكمان احط حوالي نقطتين 3 4 5 فانيليا، يعني على حسب رغبتك. وكمان 3 معالق من السمنة البلدي، ولو ما عندكيش سمنة بلدي حطي سمنة عادية. ال3 معالق السمنة دول يا جماعة لو انت مش حاطة سمنة بلدي خالص في الدقيق، طبعا ال3 معالق دول بيخلوا القرصة اكنها كلها سمنة بلدي، يعني بتخليها تحفة وجميلة وطعمها حلو قوي. وبعد كده هحط حوالي معلقتين 3 من الحليب عشان اعجنها كويس. طبعا هي طرية وجميلة، يعني ايه مش هتاخد مني حاجة. معايا كمان ب20 جنيه بندق عشان احط على العجوة، لو انت مش عايزة تحطيه براحتك خالص. لو انت عايزة تحطي عين جمل حطي، لكن انا ما لقيتش عين جمل فقلت اجيب بقى ايه بالمرة بندق، واقسم البندقية كده بالسكينة واحط على طول على العجوة. طبعا البندقية يا جماعة بيبقى فيها حز كده، انت بتعمليه بالسكينة، يعني بدل ما احطه كده بحاله انا بقسمه نصين، وبعد كده ايه بحطه على العجوه عشان كمان يكتر الكميه. امال ايه الجيش قالك ايه اتصرف، واحنا بنتصرف كده. خلاص تمام، حطيت ب20 جنيه بندق قسمته، وبعد كده ايه هعجنها كويس جدا. بص بقى يا حبيبه قلبي، لو انت العجوه بتاعتك ناشفه شويه حطيها في حله على نار هاديه جدا وغطيها وقلبها كل شويه عشان بس ايه ما تتلهفش منك من تحت، هتطرى معاك على طول وتبقى زي الفل، يعني مش هتاخد منك اي حاجه. ما شاء الله عشان العجوة دي طرية، فأنا يعني إيه ما حطيتهاش على النار، اتعجنت معايا بكل سهولة وبقت معايا إيه زي الزلابية. شايفين؟ نجرب واحدة كده ما شاء الله عليها زي الفل. بصي بقى يا حبيبة قلبي، لو انت في الحر قوي 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 يعني والعجوة سحت منك أو لزقت منك في إيدك، ادهني إيدك شوية زيت وكوريها، مش هتلزق منك. لكن عشان دلوقتي الجو يعتبر كويس مش حر قوي، يعني هي مش بتلزق في ايدي او بتلزق حاجة بسيطة، يعني مش هتاخد مني اي حاجة. وطبعا لو انت هتحشي القرص ملبن اعملي فيها نفس الخطوات اللي انا برضو عملتها في العجوة. ولو انت برضو عايزاها سادة ما تحشيهاش حاجة خالص، لا عجوة ولا ملبن، لان في ناس برضو بتحبها سادة. لكن بصراحة يعني ايه شوية الحاجات اللي انا عملتها في العجوة دول بيخلوا القرصة في حتة تانية خالص، يعني بيخلوها طعم وريحة وكل حاجة حلوة ان شاء الله فيها. بحب اكور العجوة كبيرة شوية عشان تكون مالية القرصة، لو انت بتحبها صغيرة صغرها شوية. كده تمام خلصتهم، وبعد كده غطيهم بكيس بلاستيك عشان بس العجوه ما تنشفش، واركنها على جنب لحد ايه ما نشوف هنعمل ايه تاني. القرص بتاعتنا النهارده هنعملها دايبه، لكل كيلو دقيق نص كيلو سمنه، والنص كيلو سمنه عامل بالجرام 500 جرام، لكن بالكوبايه كوبايتين ونص سمنة. تمام؟ والسمنة لو عندك جامدة شوية فكها على النار زي ما انا عملت كده عشان بس المقدار يطلع مظبوط. لازم يا جماعة تعملي الحركة دي عشان كل حاجة تبقى ايه مظبوطة وتمام. طبعا انا حطيت اول حاجة كوبايتين ونص سمنة كده. خلاص حطيت اول نص كيلو سمنة عشان انا عاملة 2 كيلو دقيق، فانا احط النص التاني، يعني حطيت على 2 كيلو دقيق كيلو سمنة. نبدأ نحط النص كيلو سمنة التاني. تمام؟ طبعا انا بعير بالكوباية عشان اللي ما عندهاش ميزان تعمل بالكوباية، يعني انا بسهل عليك كل المسائل وكل المواضيع، مفيش اسهل من كده ولا احسن من كده. وطبعا انا حاطة سمنة بلدي على سمنة نباتي، يعني بص بقى اللي انت عايزاه. عايزة تعملها كلها بسمنة بلدي بسمنة نباتي، لكن احنا بس عشان ايه يعني نوسطن كده الامور، فحطيت حتة من دي وحتة من دي. نحط السمنة بتاعتنا على نار هادية جدا عشان تتقدح. انا عايزاها مقدوحة جدا، يعني اول كده تحسيها ان هي دخنت شوية وشميتي ريحتها يبقى خلاص اطفى عليها. تعالوا بقى اما نجهز الدقيق بتاعنا. اول حاجة معايا 2 كيلو دقيق. تمام؟ ده دقيق الكوثر او المرشدي، انا بستعمل الاتنين دول متعدد الاستخدامات، حلوين جدا في المعجنات والحلويات. حطيت معلقه صغيره مسح ملح، وكمان حطيت معلقه صغيره برضه يا جماعه ريحه الكحك، لو انت مش حابه تحطيها ما تحطهاش، لكن انا حطيت معلقه صغيره لكل كيلو
يعني حطيت معلقتين صغيرين مسح ريحة الكحك. انا حابة القرص النهاردة بريحة الكحك دي يا جماعة، ريحة كحك بودرة، في سايلة وفي بودرة، انا جبت البودرة. وحطيت كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، لقيتهم معلقة تحطهم كلهم، وكمان 4 معالق من السمسم المحمص، ولازم يكون محمص، انا باكد عليك اهو عشان بيفرق في الطعم جدا. وكمان حطيت ازازة ريحة السمنة البلدي، لو انت مش حاطة سمنة بلدي خالص طبعا ريحة السمنة البلدي هتخلي القرصة معاكي اكنها غرقانة في سمنة بلدي. نقلب كل الحاجات دي كلها مع بعض يا سيدي يا سيدي على الريحة، احنا لسه ما عملناش حاجة والريحة مفحفحة. بعد كده ايه، بصوا بقى، طبعا انا عامله 2 كيلو دقيق، لكل كيلو دقيق حوالي نص كيلو حليب، فانا عندي نص كيلو حليب على 2 كيلو، فانا هعمل ايه، جبت علبتين زبادي احطهم على النص كيلو حليب دول واضربهم كويس جدا. طبعا يا جماعه الحركه دي اعملها بس كده في القرص الدايبه، يا لهوي بتخلي القرص ايه في حته تانية خالص. اهم حاجه بس ايه تضربهم كويس عشان يعني يدوبوا. والحليب ده حليب جمسي، طبعا تقدري تعجني بميه او كمان بحليب بقري، بس احنا بنعجن بحليب جمسي عشان ايه يعني يغني الطعم اكتر. وكمان الحليب اللي هو سخن قوي ولا بارد قوي، بدرجة حرارة المطبخ. دوبت الزبادي في الحليب بالمضرب كويس جدا، وتعالوا بقى نعمل الخميرة. معايا هنا حوالي ربع كوباية حليب او تلت كوباية حليب او مية، تمام. وحطيت معلقتين سكر، لكل كيلو دقيق معلقة سكر. وحطيت كيس خميرة وقلبتهم مع بعض، وبعد كده غطيها واركنها على جنب 5 دقايق لحد ما تتفاعل. لازم تعملي اختبار للخميرة عشان لو طلعت فاسدة العجين ما يعني ايه ما يروحش منك خسارة، الحاجة غالية. بعد كده السمنة اتقدحت معايا ما شاء الله، حطيتها على طول على الدقيق. يعني خلي بالك وانت بتحطيها عشان لو نقطة السمنة جت على ايدك يعني الله المستعان، ربنا يسترها يا رب. قلبت بالمعلقه الخشب الاول، اوعي تحطي ايديكي والسمنه كده مولعه، يعني انت قلبي باي معلقه عندك الاول لحد ما الدقيق يتشرب السمنه خالص. وبعد كده لما تحسي ان الدقيق برد شويه تنزلي بقى بايدك كده تبسي في الدقيق، يعني تفركي فيه. الحركه دي يا جماعه بتخلي الكحكايه او القرصه دايبه وجميله وريحتها جميله جدا. احنا بنقدح السمنه ليه؟ قدح السمنة يا جماعة بيخلي القرصة دايبة، وكمان بتبقى مرملة وريحتها جميلة جدا. وكمان قدح السمنة يا جماعة بيخلي القرص تعيش معاكي فترة طويلة لو قعدت بره شهور. لكن انت لو عاملاها بالسمنة الباردة من غير قدح طبعا اخرها اسبوع اسبوعين بالكتير، لو سبتيها اكتر من كده انتوا عارفين هتعمل ايه من جوه. فدايما اهالينا زمان كانوا بيعملوا كميات كبيرة، فكانوا بيقدحوا السمنة عشان قدح السمنة دي يعتبر مادة حافظة، فكانوا بيسيبوا القرص والكحك فترة طويلة بره، فما كانش بيحصل لهم أي حاجة. عشان إيه؟ قدحين السمنة. فركت العجينة كويس جدا، يعني بسيت فيها لحد ما العجينة بقت لينة معايا، تمام. وبعد كده حطيت الخميرة وحطيت شوية حليب، كل شوية بحط شوية حليب واعجن لحد ما العجينة تتشرب الحليب كله. وعلى فكرة في دقيق بياخد سوائل ودقيق لأ، على حسب نوع الدقيق. وطبعا الدقيق اللي بياخد سوائل بيبقى احسن وافضل. عجينه القرص يا جماعه مش بيتعجن فيها كتير، لانك انت لو عجنتي فيها كتير القرصه هتنشف معاكي. فاحنا يا دوبك بس ايه بنتوه بس الحليب والخميره والحاجات دي واللت فيها شويه، بس يعني ايه مش اللت اللي احنا كنا بنعجنه في العيش، لا يعني انت تعجني فيها لحد ايه اول ما تلاقي العجينه لمت معاكي وبقت زي الفل يبقى تمام، شيلي ايدك على طول. ما شاء الله، يعني بص الصلاة على النبي الصلاة على النبي، العجينة عاملة زي الزلابية، يعني ملبن في ايدي، اللهم صل على كامل النور. بصوا بقى عشان نختبر العجينة، خدت حتة كده وكورتها وبططتها، لو كانت شققت كده من الجناب يبقى عايزة شوية سوائل وعايزة شوية عجن، لكن ما شاء الله عليها بصي ملبن في ايدي، زلابية في ايدي يا جماعة، دايبة دوبان ولا ريحتها، اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي، عسل. بص بقى نغطيها بكيس بلاستيك ونسيبها كده ايه حوالي نص ساعة ترتاح، مش اكتر من كده، لحد بقى ايه ما احضر الصواني وكمان اغسل الحاجات اللي انا استعملتها واروق حواليا واظبط كل الامور. بعد نص ساعة العجينة ارتاحت فيها، عملت بقى كده كام قرصة قلت اجربهم، ما شاء الله. طبعا الصواني مش مدهونة اي حاجة، لان طبعا القرصة يعني فيها كمية سمنة حلوة. خدت كده حتة صغيرة وكورتها يعني كده وجوفتها، عملت لها تجويفة. وبعد كده باخد حتة العجوة يا جماعة كده وبططها برضو في ايد افردها واحطها في القرصة واقفل عليها كويس جدا واضغط عليها ضغطة بس بسيطة، يعني مش عايزاها مبططة قوي، لا عايزاها ايه تكون عالية شوية بحيث تكون مفرغة من جوه، وكمان بتبقى شكلها جميل. اهم حاجة العجوة بتاعتك لو انت مكبراها قوي يعني ايه صغرها شوية، عشان لو طلعت بره القرصة طبعا يعني ايه شكلها مش هيبقى حلو قوي، كمان ممكن تتحرق في الفرن في الصاج، تمام.
لكن لو انت عاملاها كبيرة يبقى كبري العجينة شوية عشان ما تخرجش بره القرصة. انا عن نفسي بحبها كبيرة شوية، يعني ايه، عشان تبقى مالية القرصة كده من جوه، وفي نفس الوقت انا مصغرة برضو القرصة. يعني بحاول ايه ادفس العجوة ادفس العجوة كده في قلب العجينة من جوه عشان ما تبانش. تمام، زي ما انت شايفة بططي الاول العجوة، ما تحطهاش كده عشان ممكن ايه تزقلط كده في قلب القرصة. لا، بططيها الاول وبعد كده حطيها في العجينة. بجوف العجينة عادي خالص اهو يا جماعة، ببطط العجوة بحطها وبقفل عليها كويس جدا، وبعد كده ايه بضغط عليها ضغطة بسيطة جدا. على فكرة يا جماعة انا حطيت بيكنج باودر في القرص، لكن في الكحك انا مش بحط بيكنج باودر خالص، عشان طبعا كتر الخميرة وكتر البيكنج باودر بيضيعوا نقشة الكحك، لان نفس مقادير القرص هي نفس مقادير الكحك. تمام، لكن عشان القرصة ما فيهاش اي نقشة فانا حطيت فيها بيكنج باودر. انا خلصت خلاص تبطيط كل القرص طبعا سوا على طول، لانك انت عما تخلصي هتكون الصواني الاولى اللي انت عملتها خمرت، وكمان احنا في الحر التخمير الزيادة يا جماعة عن حده برضو بيبوظ الحاجة. تمام، فانت خلصي من هنا وسوي من هنا. طبعا الفرن يكون سخن يا جماعة، والنار طبعا ما تكونش عالية قوي ولا واطية قوي. وانا حطيتها على الشبكة اللي في النص، واول ما تحمر من تحت بشغل عليها الشوايه تحمر من فوق. الصلاه على النبي عليها، الصلاه على النبي عليها، ريحتها مفحفحه في الشقه وريحتها مفحفحه في كل مكان. يعني فعلا والله لما بتخدمي الحاجه وبتخليها تمام الحاجه بتبقى برضو حلوه يا جماعه وطعمها جميل. طبعا انتوا عارفين اللي انا ايه، يعني عامله رجيم، فخدت له واحده بس، يعني كل يوم اخد له واحده وخلاص. طبعا انا عامله القرص دي لابو ميدو، هياخدها معاه هناك يعني في مصر عشان برضو يدي ايه لاصحابه وزمايله وحبايبه يعني. فانا بس اخلي ليا كده يعني حاجه بسيطه، عشان برضو انا بحاول ان انا ما اعملش الحاجات دي كتير عشان ما اضعفش قدامها، لان انا بحب الحلويات وبحب المعجنات جدا، والحاجات دي هي اللي بتضيع الرجيم يعني بتخليه ايه في الباي باي. هنا بقى عشان ما اهلكش صواني كتير واغسل في صواني كتير، فانا حطيت على صينيه كبيره وبعد كده ايه حطيت في نفس الصواني اللي انا سويت فيها. امال هنعمل ايه يعني، عجن وتقريص وتبطيط وغسيل كمان؟ لا، فعايزين نوفر في حاجه. على فكره انا مصغراها عن كده، بس مش عارفه ليه الكاميرا بتكبر الحاجه، يعني انا عاملاها صغنطوطه كده. انا بحب القرص الصغنطوطه بتبقى شكلها جميل، بس اهو بقى نعمل ايه في الكاميرا بقى بتكبر وبتخن 4 كيلو يعني بحالهم. نسيت اقولك لما تيجي تحطي العجوه في قلب العجينه، طبعا انت بتاخدي حته العجينه اعمليها كده ايه حلو في ايدك، يعني افركها حلو في ايدك عشان ما يكونش فيها اي شقوق. تمام، وبعد كده ايه حطي فيها حته العجوه. ايه بقى رايكم في القرص؟ والله يعني جميله جدا، استاهل لايك ولا ما استاهلش؟ قومي اعمليها لاولادك يفطروا بيها هتريحك جدا، وكمان اعمليها لجوزك وهو رايح الشغل، يعني يفطر بيها مع كوبايه شاي او كوبايه حليب وهتريحك في الفطار. وكمان ما شاء الله ال2 كيلو هيرموا معاكي كتير، يعني ما شاء الله هيديكوا 4 كيلو وزياده كمان، لانك طبعا حاطه فيها سمنه وحاطه فيها عجوه وحاطه فيها حاجات كتير. قلت اعمل بقى كوبايه شاي كده واخد قرصه واحده بس مع كوبايه الشاي، يعني كل يوم لما اخد واحده مش هتاثر في حاجه خالص، لانها صغنطوطه يا جماعه، يعني مش هتعمل حاجه من نفسنا برضو. امال ايه، امال يعني هنحرم نفسنا؟ يعني انا هعمل الحاجه وما اكلش منها كمان؟ لا ده كتير قوي يا سيدي يا سيدي، يا حركاته يا تكاته. والله العظيم مش عشان يا جماعه انا اللي عاملاها، والله العظيم فعلا هي لو وحشه او مش قد كده هقول لكم لا هي ما عجبتنيش، لكن والله العظيم دايبه دوبان. وريحتها ايه، ريحه السمنه البلدي وريحه الكحك اللي فيها وريحه بقى ايه الفانيليا والحاجات الحلوه دي، ايه مخليينها تحفه ودايبه دوبان. بصوا يعني لسه بعمل تك، يعني مش مستحمله. وكمان العجوه انا مكبراها فماليه القرصه من جوه، يعني ما شاء الله عليها طعم وريحه. يعني فعلا فعلا هي ده القرص بتاع الزمان بتاعت اهالينا الجميله، ام ريحه حلوه. يعني اعمليها وجربيها على طريقتي وادعيلي، اوعي تدعي عليا ادعيلي والله العظيم هتعجبك جدا. شايفين ما شاء الله البندق بقى فيها، شايفين البندقية اللي هناك دي اللي على ايدك الشمال من فوق، يعني حاجة يعني توديكي هناك وتجيبك تاني، توديكي هناك وتجيبك تاني. يا رب يا رب يكون فيديو النهارده يكون خفيف عليكي واستفدت منه وطلعت منه حتى ولو بفكرة بسيطة قد كده. اتمنى لو اول مرة تشوفوني انا ام ميدو ودي قناتي، اتمنى تشتركي فيها وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي. اوعوا تنسوا اللايك يا حلوين، اوعوا تنسوا كمان تعملوا شير يعني ايه وتوزعوا الفيديو ده على المنصات بتاعتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله، مع السلامة في رعاية الله.